هيامو هيو كيف كاس العالم مجنون بامتياز. وخلونا نتكلم على شيء مهم. بعد الزوبعة اللي عملتها دول أوروبا على مونديال قطر على أساس يعني يعلمون الأخلاق، استغفر الله. روح يا ابني وضي بالمختصر باعوا مبادئهم على أساس إنها مبادئ بخوفهم من الكرت الأصفر. والله وانتصر الكرت الأصفر. بس لو يقدر صوتي يوصل لهم. مباراة حماسية قوية وتاريخ ينكتب من ذهب بأقدام عربية. اليوم راح ندردش عن مباريات الدور الأول من دوري المجموعات للأربع المجموعات الأولى. لا نكثر بالكلام ويلا نبش. شباب، من منكم شاف منتخب ضايع مننا؟ المنتخب القطري فين؟ خلاص شفته. ليش خايف حبيبي؟ يعني شوفوا، الخوف الذي كان على المنتخب القطريين مش طبيعي. تحس ان الاكوادور دخلوهم فيلم رعب. القلق ليفل مليون، خوف مش منطقي وغريب. بداية من الحارس وصولا الى المهاجم. وسؤال، من شاف منكم المهاجم؟ وطبعا هذه صورة الحارس الاكوادوري للذي ما حد شافه. مباراة ضغط عالي من الاكوادور على قطر. اداء المنتخب القطري اذل كل المشجعين العرب، وخليتوا الذي ما يستحوا يضحكوا علينا. يلا سهل، هانت، ان شاء الله المنتخبات الثانية تقدم افضل. صام وفطر ببصلة، هذا المثل عندنا لما الشخص يعمل شيء رائع وبالأخير يخربها. وهذا حال المنتخب السنغالي الذي عمل أداء قوي جدا، ولكن حارسه ميندينغ فطر ببصلة. وبالنسبة للطواحين قدموا أداء نسبيا لحجم قوة هولندا يعتبر عادي. المباراة كلها كانت شبه مملة للدقيقة 85 ومن توزيعة من ديونغ إلى اللاعب كودي، والهدف الثاني جاء بالدقيقة 98. لما يكون حارسك ملذوع هذه النتيجة. انجلترا بعد قرار الفيفا كأنها حست بالإهانة بعد منعها من نشر التوعية الخرائية تبعها، فاكتسحت إيران بسداسية. المباراة بدأت بهدوء وما كانوا المستعجلين الإنجليز، وتوقفت المباراة حوالي 15 دقيقة بسبب إصابة الحارس الإيراني. وبعدها بدأت حفلة الأهداف، وكانت البداية من بيلينغهام. خلاص ودف العالم. الآن سعر بيلينغهام بيوصل المليار. وأيضا سجل ساكا هدفين، وستيرلينغ هدف، وراشفورد هدف، وغريليتش هدف. البيض بيتألقوا في المنتخب، وسجل المنتخب الإيراني هدفين لحفظ ماء الوجه. مباراة أمريكا وويلز الأغلب ما كان معطيها أي اعتبار، ولكن المباراة كانت قوية. المنتخبين قدموا أداء قوي. في الشوط الأول أمريكا ضغطت ويلز في الزاوية وهات يا هجمات، وسجلوا هدف عن طريق اللاعب تيم ويا ابن الأسطورة الأفريقية جورج ويا. ولكن الشوط الثاني المنتخب الأمريكي تعب بعد الجهد الذي عملوه في الشوط الأول، وويلز استغلوا الفرصة ودخلوا الشوط الثاني بقوة، وسجل جارث بيل هدف من ضربة جزاء. والآن جارث بيل أصبح أسطورة في ويلز. سبحان الله، هذا الولد الحظ ماشي معه صح. مباراة الأرجنتين والسعودية كان فيها مشاعر مختلطة، ولكن النخوة العربية تطغى على كل شيء. دخل المنتخب الأرجنتيني ومعتقد إن المباراة في جيبه، ومن بداية المباراة ضربة جزاء غريبة وسددها ميسي، وبعدها 3 أهداف كلها تسلل. وهذا من دهاء المدرب السعودي الذي لعب بدفاع متقدم. كمل الشوط الأول وبدأ شوط الجحيم. المنتخب السعودي أحرق الأخضر واليابس، هدفين أحرقت الدنيا حتى وصلت بيورس آيرس. الهدف الأول جاء عن طريق الشهري، وبعدها ب5 دقائق هدف عالمي ولا أروع عن طريق الدوسري. يا ربا والحماس والجنون، كل عربي حسب النخوة للسماء. ما أجمل أن تنتصر في المونديال، وعلى من؟ أرجنتين ميسي. دخل المنتخب التونسي بالروح الذي صنعتها السعودية للعرب. المنتخب التونسي قدم أداء جميل وصنع فرص خطيرة، ولكن الحظ كان ضدهم. أهم شيء إنهم كسروا أنف الدنماركيين الذي جاء يعملوا علينا حركات. يا قوم اقلع. المنتخب الدنماركي اعتقد إن تونس لقمة سهلة، لكن انصدم بصخرة قوية. أعتقد إن الكثير ما كان مهتم بمباراة بولندا والمكسيك، لكن عيب، الناس ضيوف عندنا وضروري ما نكرمهم. المباراة كان فيها المنتخب المكسيكي مسيطر على الهجمات في معظم وقت المباراة، وبولندا انخنقت لأن الكرة ما وصلت لليفا. حصار قوي على ليفا، وبالرغم إنه تحصل على ضربة جزاء، لكن الحارس المكسيكي تعملق وصدها، وانتهت بالتعادل السلبي. وهذه النتيجة تخدم المنتخب السعودي. المنتخب الفرنسي بديمبلي ومبابي كأنه معه فرزة مثيرات، كل واحد يستلم الكرة ويعمل مشوار لجنب الهدف ويرجع. وبالرغم ان استراليا تقدمت، لكن المنتخب الفرنسي رجع عمل لهم رزعة برباعية، هدف لرابيو وهدفين لجيرو وهدف لمبابي. فوز مهم لفرنسا عشان محمد عدنان يرتاح.